وصلنا لأولى فقراتنا لليوم، وموضوع رح نحكي فيه بهم كتير أشخاص. يعني اليوم بزمن السوشيال ميديا صار في كتير قصص يمكن عم نشوفها وعم نستغربها، إنه نحن وصلنا لهذا الزمن يلي فيه الفضايح علنا، ويلي فيه ما في هيك يعني احترام للخصوصية وللأشخاص يلي نحن عم نتعاطى معهم على السوشيال ميديا. ما في أكثر من المشاكل يلي عم بتصير بسبب منصات السوشيال ميديا يلي عم نسمع عنها يوميا، ولكن للأسف في كتير ناس عم بيضيع حقها من دون ما تعرف انه القانون السوري في كثير مواد ممكن تكون لصالحها، وفي كثير قصص ممكن تساعدها لحتى تتجنب هي القصص. تمام، وتحميها من كل هي المشاكل يلي بتصير. لهيك اليوم حبينا نخصص فقرتنا القانونية لحتى نحكي عن موقف القانون السوري من الاحتيال عبر الشبكة ومنصات التواصل الاجتماعي. وطبعا هذا الشيء رح نحكي فيه مع الأستاذ المحامي سامح مخلوف. صباح الخير أستاذ. يسعد صباحكم. أهلا وسهلا فيك. يسعد أوقاتك، يسعد صباحكم، صباح السادة المشاهدين. كثير سعيد لاستضافتكم للحديث عن موضوع حديث وشيق قانوني بجسد نبض الشارع واهتمام كافة الشرائح. يسعد صباحك. أهلا وسهلا ويسعد صباحك. طبعا متشرف بحضرتك. يعني بداية بدنا نحكي عن التنمر الإلكتروني كمصطلح، ماذا يقصد فيه؟ يعني صرنا نشوف إنه أي حدا عم بينزل صورة يمكن بنلاقي هو بابليك فيجر، بنلاقي في كومنتس كثير سلبية من أكاونتات يمكن ما فينا نقول عنها فيك، لا هي أكاونتس حقيقية لأشخاص موجودين بالحياة ولكن بيحبوا إنهم دائما يتنمروا إلكترونيا. فخلينا نوضح للمشاهدين شو يعني التنمر الإلكتروني. لا شك قبل الحديث عن مصطلح التنمر الإلكتروني من الإشارة بأنه منصات التواصل الاجتماعي بشكل عام كالفيسبوك، التيك توك والإنستغرام من أهم العوامل اللي ساعدت على انتشار مصطلح التنمر الإلكتروني. وللأسف كثير أشخاص ما عندهم ثقافة لحد هيدا الوقت عن مصطلح التنمر الإلكتروني، شو يعني التنمر المصطلح الإلكتروني بالتفصيل، أو حتى شو هي أشكال التنمر الإلكتروني، أو حتى يا ترى هل هالأفعال تعتبر مجرمة حسب القانون السوري. ولكن بإيجاز إذا بدنا نحكي عن مصطلح التنمر الإلكتروني، أكيد هو سلوك عدواني غير مرغوب بيهدف إلى إيذاء الضحية من كافة العوامل النفسية والاجتماعية. أكيد له أشكال متعددة، سواء من حيث نشر بوست معين أو من خلال التعليق بهدف إحراج الشخص الآخر نفسيا واجتماعيا. وجميعنا لاحظنا بالفترة الأخيرة انتشار حالات التنمر، وكان من أهم حالات التنمر الاجتماعي اللي صارت ترند بوقت قياسي طبعا حالات التنمر اللي طالت بعض المدرسين من خلال طرق بعض التعلم ونشر فيديوهات. أكيد كلنا بنعرف بغض النظر عن ذكر الحادثة والمسميات كانت حالة فعلا أثارت جدل نوعا ما على صعيد سوريا. طبعا على صعيد سوريا يعني أساءت مدرسات بشكل عام. هو مو مهم طريقة التعليم وإنما إيصال المعلومة بطريقة أو بأخرى. فيمكن النقد بشكل عام عندما يكون هناك نقد بشكل بناء لا يعاقب القانون، ولكن عندما يكون هناك تجريح يكون إيذاء أكيد يفعل قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية. طبعا هذه كانت من أهم العوامل الحوادث اللي صارت بسوريا، بالإضافة للتنمر يلي عم توقع ببعض الإعلاميين سواء بطريقة لباسهم أو حتى بعض الفنانات يلي انتشرت بالآونة الأخيرة ببعض المناسبات صحيح. العامة لطريقة ارتداء شيء معين. صحيح. شيء معين أكيد كلنا بنعرف يعني السوشيال ميديا ما خلى شيء سواء فنانين أو إعلاميين. ولكن أخطر أنواع التنمر على الإطلاق التنمر اللي بتطال فئة المراهقين أو الأطفال، وخاصة أعمار من 15 إلى 18 سنة. يعني بتفكر إلى حد ما مثلا إلى سلوك نفسي جدا سيء بتحرمهم ممكن على سبيل المثال انه ما يروحوا على المدارس، وبتفكر الى حد الاحيان الى بعض المشاكل النفسيه للتفكير بالانتحار على سبيل المثال. وخاصة الفئات العمرية اللي بيكونوا عم بيعانوا من شكل معين أو بيكونوا عم بيعانوا من النطق في بعض الحالات. تماما. الفكرة المهمة اللي بدي نوه من خلالها ورسالة بوجهها للأهالي لكل الأبناء يلي عندهم أشخاص عم بيمارسوا مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة أعمارهم يلي بتتراوح من 15 سنة وحتى عمر 18 سنة، إنه يكون في رقابة على أعمالهم بشكل عام، أو تنبيههم عدم مشاركة الصور الخاصة الغير لائقة خاصة للعائلة، لوالدته مثلا أو حتى والده.
وتنبيههم بأي حالة معينة من التهديد أو الابتزاز أو حالات التنمر، أنه يخبروا أهاليهم مشان يقدروا يساعدون أو اتخاذ الإجراءات اللازمة قانونيا مشان ما تتفاقم الموضوع لمشاكل لا يحمل عقباها. أستاذ سامح، يعني نحن عم نحكي عن فئة عمرية جدا صعبة بالحياة، فكيف على مواقع طبعاً التواصل الاجتماعي، ولكن هي الفئة هي ما بتعرف انه فيها تدافع عن حالها او هي فيها تاخذ حقها، لانه هن بعمر اصغر من انه يفكروا بهذا الموضوع. ولكن للاسف حتى اللي اكبر بالعمر ما عم يعرفوا انه هن في القانون السوري يعاقب على الجريمه الالكترونيه، وممكن نتعامل مع هذا الموضوع في سجن وفي غرامات، في كثير يعني مشاكل ممكن تصير من وراء نحن كلمه عم نتنمر فيها على فنان او على شخصيه عامه. يعني خلينا نحكي كيف تعامل القانون السوري مع التنمر الالكتروني. 100% ميشتين، يعني اغلب الاشخاص ما عندهم ثقافه حول هي المواضيع. تمام. لهيك نحن دائما بنحاول كرجال قانون من خلال ندوات او ثقافات قانونيه تعزيز الثقافه القانونيه حول هذا الموضوع. يعني بشكل عام موقف القانون السوري من التنمر الالكتروني حتى كمان كان خجول ومحدود نوعا ما. يعني لم يذكر القانون لا بالقوانين العامة والخاصة موضوع التنمر الإلكتروني، وإنما عولجت ظاهرة التنمر بشكل عام من خلال قانون التواصل الاجتماعي على الشبكة والمعدل بالقانون الأخير رقم 20 لعام 2022. عالج من خلال طبعا الجرائم الإلكترونية اللي عم تتكرر بشكل عام وبشكل متكرر، وكان من أهمها انتهاك حرمة الحياة الخاصة. على سبيل المثال أنه شخص نزل صورة رفيقه بالمطعم وهو عم ياكل بطريقه تثير الضحك والسخريه. طبعا هون في حتى لو كانت الصوره برضاه وبيعرف انه هو عم يصوره، ولكن لا يجوز نشر هي الصوره، الان في اكيد حاله من التنمر وممكن يصير في كثير من التعليقات السلبيه والمسيئه. هون القانون جرم هي الظاهرة ويعاقب بالحبس من شهر إلى 6 أشهر والغرامة تصل إلى حد 1,000,000 ليرة سورية. طبعا أنا هون بدي أذكر تفصيل من بعض القضايا الهامة والظريفة اللي صارت معي بالآونة الأخيرة. نحن كلنا بنعرف أنه أغلب الصبايا اللي بيعملوا تجميل بشكل كثير أوفر بيصير كثير في تغيير بالملامح. فكان الصبية بالمرحلة الثالثة الثانوي انتقلت على المرحلة الجامعية. فكانت عاملة كم هائل من عمليات التجميل. فهي كانت موكلة نوعا ما ونزلت صورة إلى بعد عمليات التجميل، وكانت كاتبة بشرح بالتفصيل أنه أجمل ما في الحياة عندما يقترن الجمال الروحي بجمال الشكل. طبعا هون كان في خلاف مع صديقتها، فعلى أثر هذا الخلاف قامت بالتعليق قدمت تماما 100% بالتعليقات، نزلت صورتها قبل التجميل وبالحرف. يعني هذا هو الشيء الظريف، كتبت الله على ايام عشتار قبل التجميل كيف كانت وكيف صارت. طبعا نحن كيف كلنا بنعرف قصه المسلسل السوري عشتار يلي هي البنت اللي كيدهن عظيم تماما 100%. طبعا لما راجعتني موكلتي او على اثر هي الصوره تم تداول هي الصوره بشكل كثير كبير بدفعتها الجامعيه بالسنه الاولى، وصار يقولوا انه مين هيدي مين هي. طبعا هون اكيد كصبيه لساتها جديده على المرحله الجامعيه، ضلت فتره معينه عم تعاني انه انا انكشفت حقيقتي على سبيل المثال، او انا عرفوني كيف كنت. طبعا هو شيء محرج نوعا ما. على هذا الاساس نحن رفعنا شكوى للنيابه العامه وتحولت لاداره الامن الجنائي او فرع الامن الجنائي على سبيل المثال في اي شخص. عم نحكي بشكل عام بدون ما نحكي تفاصيل الحادثه. طبعا كانت هي الحادثه من حوالي سنه ونص، ولكن هلا حاليا وفق القانون الجديد تعاقب اي شخص بينزل صور بالحبس من شهر وحتى 6 اشهر والغرامه طبعا حتى 1,000,000 ليره سوريه. هيدي طيب تمام. يعني استاذ سامح حكيت يمكن شغله ببدايه الفقره عن الانسات اللي انتشر لهم هذا الفيديو تبع عم يحكوا باللغه الانجليزيه، ولكن احنا لما بنشوف حدا اجنبي عم يحكي عربي مكسر بنقول عنه واو شو كيوت شو مهضوم، ولما بنشوف الانديان او الايجيبشن او اي شخص من اللي يمكن من العالم عم يحكي باللغه الانجليزيه بنعرف انه هي ما لها لغته الام، فلازم نتقبل هذا الموضوع. ولكن التنمر عم بيطال كل الاشخاص، مو بس معلمات المدرسه، عم بيطال الاطفال مثل ما حكيت، اولاد المشاهير اللي دائما بنلاقيهم عم بيغطوا وجوههم. انا اليوم تعرضت للتنمر الالكتروني خلينا نقول، وصار في قصه تطبيق صور فلنفترض وقصص ثانيه. انا شو فيني اتصرف قانونيا لحتى احمي حالي ولحتى اخذ حقي من الاشخاص يلي تنمروا علي؟
بغض النظر عن التنمر او ظاهره التنمر الالكتروني اللي انتشرت بالاونه الاخيره بشكل كثير كبير، بحال اي شخص تعرض لاي جريمه الكترونيه او تنمر الكتروني، نحن اكيد لازم نتبع الخطوات التاليه بحذافيرها وبدقه لحتى نحصل على حقنا القانوني بشكل عام او باخر. اكيد بتاخذوا لقطه شاشه بشكل عام لكافه الاساءات الموجوده على وسائل التواصل الاجتماعي، سواء كان بوست او حتى تعليق على سبيل المثال، وبنحطه نسحبه على ورق، لان بحال حذف المنشور وما عندنا اي دليل ما بنقدر نقدم اي شكوى. تمام. الخطوه الاولى هي الاساسيات طبعا، لان هي الادله المبدئيه لتقديم الشكوى للنيابه العامه. طبعا الحاله الثانيه او الخطوه الثانيه نتوجه لاقرب محكمه بنقدم معروض فيها للمحامي العام، نكتب فيها تفاصيل الحادثه بدقه وحسب كل محافظه. تمام. اكيد ما لازم ننسى الرابط الشخصي ونحطه بالمعروض. بعدين بنطلب احالتنا لاداره الامن الجنائي او فرع الامن الجنائي. طبعا اداره الامن الجنائي هي الوحيده موجوده بمحافظه دمشق. لكل الاشخاص يلي ما بيعرفوا وين اداره الامن الجنائي، اكيد هي موجوده بالقرب من ساحه الامويين. انا لو بدي اقاطعك، اذا كان فيك اكونت شو التصرف؟ طبعا هون لو كان فيك اكونت، اكيد الشؤون الفنيه لاداره الامن الجنائي بتتم متابعتها من خلال الاي بي الخاص بالجهاز، وبيتم تعقبها بشكل عام تمام او باخر. طبعا خلينا نكفي باجراءات تقديم الشكوى. اثناء توجهنا سواء لاداره الامن الجنائي او فرع الامن الجنائي بيتم تنظيم الضبط اللازم اصولا، تاخذ رقم شكوى وبتم معالجتها من قبل الفنيين للتاكد من هي الوثائق، لان في كثير اشخاص عم بيصير تبلي او حتى في برنامج الفوتوشوب، فكثير اشخاص بيفكروا انه خلص اذا نحن عملنا فوتوشوب او مثلا انا طبقت محادثه لرفيقي انه خلص فورا بيتعاقب. لا، اكيد بيتم معرفه المحادثه من خلال الجهاز او الجوال بالشؤون الفنيه لاداره الامن الجنائي. بعدين بيتم تنظيم ضبط، وعن طريق اداره الامن الجنائي يتم اخبار من خلال برقيه للشخص المشكو منه بالمراجعه خلال 10 ايام. طبعا اذا ما راجع خلال 10 ايام يتم اذاعه البحث بحقه، طبعا اكيد بيصير مطلوب ويحال الضبط ويختم واحالته الى القضاء لاجراء المقتضى القانوني واللازم اصولا. تمام. حلو كثير هذا الحديث، وان شاء الله يا رب كل الاشخاص اللي عم يشوفونا وهن عم بيتعرضوا لهيك نوع من التنمر يكونوا دققوا بالمعلومات اللي قالها استاذ سامح. طيب استاذ، في منهم بينزلوا بوست لفنانه، لمذيعه، لايا كان، فصفحات ثانيه بتصير كوبي بيست. نحن شاطرين كثير بالقرارات بالكوبي بيست، بالنكتب بالكوبي بيست، اي شيء يعني بنحب هيك ايدنا شوي بتعلق على الكيبورد. الفكره انه هل يعاقب الشخص اللي هو فقط نقل المنشور أو علق على المنشور أو حط لايك على المنشور يلي يسيء لشخص معين، مثل تماما الشخص يلي هو بالأساس نزل هذا المنشور؟ تمام، سؤال مهم جدا، وكثير أشخاص ما عندهم فكرة عن حول هذا الموضوع. خلينا أول شيء نحكي عن نقطتين كثير مهمين. في أشخاص أحيانا ممكن يكون في بوست مسيء لأحد الأشخاص، سواء فنانين مثل ما عم تحكي حضرتك، فأحيانا كثير في سؤال بيردني من خلال مواقع التواصل الاجتماعي إنه أستاذ، إذا أنا للأسف وضعت لايك على هذا البوست المسيء، هل فعلا انا بتجرم حسب قانون الجرائم المعلوماتيه؟ وفي كثير اشخاص ما بيعرفوا حول هي النقطه، لانه كثير فعلا مهمه. هلا حسب قانون الجرائم المعلوماتيه ما في اي تحديد او اي تفصيل حول هذا الموضوع او هي النقطه. يعني بالنهايه لا عقوبه بدون نص تشريعي، وانا بتفق فعلا مع وجهه نظر المشرع، لان كثير نحن كاشخاص احيانا بنحط لايك اثناء التصفح بدون ما ننتبه 100%. لهيك يعني النيابه العامه اكيد ما رح تحرك جرم ادعاء سواء بذم او قدح من خلال تعليق او اعجاب على تعليق او الى اخره او بوست، ونحن ما نكون قاصدين الاساءه. ولكن السؤال المهم اللي طرحتيه حضرتك انه يا ترى اذا في بوست مسيء ونحن عملنا اعاده نشره، هل يعاقب الشخص اللي قام بهذا الفعل؟ اكيد الماده 35 كانت جدا واضحه وصريحه انه الشخص الذي قام باعاده النشر او اعاده نشر التعليق المسيء يعاقب كمعاقبه الناشر الاصلي. يعني على سبيل المثال شخص قام بتهديد شخص اخر او نشر صوره لاخر يعاقب بالحبس من شهر ل6 اشهر. الشخص اللي قام باعاده التغريده سواء على تويتر او حتى على الفيسبوك يعاقب بنفس العقوبه وكانه هو الفاعل الاصلي والاساسي. مشاركه بالفعل وبالعقوبه يعني 100%. معلومات كثير مهمه وقيمه اعطيتنا اياها الاستاذ سامح مخلوف. شكرا كثير لوجودك معنا ويسعد صباحك يا رب.
يسعد صباحكم، شكرا لاستضافتكم، ونتمنى نكون وصلنا ولو معلومات قانونيه مهمه بتفيد كافه الشرائح وبتصب مصلحه الوطن والمواطن. يسعد صباحك. اكيد، اهلا وسهلا فيك.